ظهر الحق وزهق الباطل، قضي الأمر الذي كنتم فيه تستفتئون. شوف، اللقب حاليا عند السنغال كما كان متوقعا. الاتحاد المغربي رغم الضغوطات اللي مارسها على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إلا أن الصبر الجميل من الاتحاد السنغالي وأيضا تصريحات عبد الله فال رئيس الاتحاد السنغالي كان لها التأثير الإيجابي على الأمور وعلى الوضع، رغم إبعاد رئيس لجنة الانضباط للكاف السنغالي هو الآخر، إلا أن الأمور كانت توحي في البداية أن المنتخب السنغالي راح يأخذ حقه ويتوج باللقب هذا رسميا. احنا واش نقولوا؟ أنا شي اللي لازم نتكلموا أيضا على التوقيت اللي صدرت فيها هذه العقوبات، اللي كان في وقت متأخر جدا من الليل، حوالي الساعة 1 صباحا بالتوقيت الجزائري. نظن أن المنتخب السنغالي الجميع يؤكد ولا يثني على تتويجه المستحق في أرضية الميدان وليس بالكواليس. ونظن أن المنتخب المغربي ولا فوزي القجع يدفع شر أعماله، ما بني على باطل فهو باطل. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في